ازيك يا حبيبي اخوك؟ عامل ايه وايه اخبارك والدنيا ماشيه معاك ازاي؟ رمضان خلاص قرب، لا قرب جدا كمان، ومن الحاجات اللي بقالها 6 سنين بتتكرر معانا كل رمضان هو مسلسل المداح. فتعالى نتكلم حبه عن سلسله المداح واقول لك ايه هو سر نجاحه، والسؤال الاهم ليه المداح لسه مكمل اساسا. تعالى نبدأ القصة من الأول خالص، والقصة بتبدأ أساسا قبل رمضان 2021. يوم 27 فبراير 2021 حمادة هلال بينزل بوست عنده بيقول فيه إن هو عنده مسلسل باسم المداح. الغريب إن حمادة هلال كان طالع بشكل مختلف عن كل الأدوار اللي هو عملها كمغني، يعني طالع عامل دقن كبيرة ولابس جلابية ومش عارف إيه، من الآخر يعني طالع شيخ. بس بيني وبينك أنا ما كنتش متحمس نهائي للمسلسل ده، وده لكذا سبب. أولا المسلسل ما كانش باين له نوع محدد، ولا كان حد عارف المسلسل ده بيتكلم عن إيه. ثانيا المسلسل كان باين جدا إن هو انتاجه ضعيف بشكل مش طبيعي، واكبر دليل على كلامي ده البوستر. ايه يا ابويا ده؟ مين شاف ده وعجبه اساسا؟ ومين اشتغل عليه؟ مش فاهم والله. بس فكك من كل العوامل دي، بعد عرض المسلسل بتحصل اكبر مفاجأة. المسلسل حرفيا بعد نزوله كذا حلقة منه بيكسر الدنيا، وكان الحصان الاسود في سنته. مسلسل ما كانش حد متوقع منه اي حاجة، بيبقى من اعلى المسلسلات مشاهدة في رمضان 2021، وده برضو كان لكذا سبب. تعالى معايا يا اخويا كده اشرح لك حاجة. انت اكيد عارف ان اعمال الرعب عندنا في مصر بعافية شوية شويتين ثلاثة كمان، فلما تعمل مسلسل رعب في صبغة دينية عشان البطل طالع شيخ اساسا، وكمان الموضوع متعلق بالجن والعفاريت، فانت كده بتصطاد كل امهات مصر تقريبا. ده غير ان المسلسل بالرغم من ضعف معظم عوامل التقنية الا ان هو كان فريد من نوعه جدا وقتها. ونجاح المسلسل خلى عيون منتجين كتير قوي عليه عايزين يعملوا براند كامل باسم المداح، وبيكسب صراع المنتجين ده شركة سادرز ارت برودكشن للصباح اخوان. عشان كده في رمضان 2022 ينزل الجزء الثاني للمداح باسم اسطورة الوادي. واحنا لازم هنا نقف حبة عشان نعرف ايه النقلة اللي حصلت للمداح في خلال سنة واحدة بس. اول حاجة تبان للعمى هو الفرق الانتاجي ما بين اول جزء وتاني جزء، وده بيبان كمان ان المسلسل انتقل من قناة النهار لقناة ام بي سي مصر. ويا اخي شوف فرق البوسترات، ايه ده يعني؟ بجد ايه الفرق الكبير ده؟ وتاني حاجة ان حصل شوية تغييرات في الكاست، يعني مثلا شخصية رحاب اتغيرت من نسرين طافش لهبة مجدي، واتضاف ناس جديدة للاحداث زي سهر الصايغ والحاج كمال ابو ريا. بس تعالى نرجع لموضوعنا ونتكلم عن المسلسل نفسه. المسلسل كان كويس، بس ما كانش المنتظر بالنسبة لي. المسلسل كان بيقدم لي صورة حلوة جدا واحداث كويسة، بس مش مكفية 30 حلقة. فطالما انت عندك الاحداث مش كتير بس انت عندك قماشة حلوة تطلع منها حاجات كتير، اتقل سنة وارجع في 2024 بحاجة جامدة. بس لا، هم قرروا في 2023 يرجعوا بالمداح الجزء الثالث أسطورة العشق. الجزء ده برضه بيضم ليه ناس كتير جدا زي محمد رياض ولوسي وسلمى ابو ضيف، وبرضه الجزء ده كانت بدايته قوية جدا وكانت طلعت ترند وكانت مميزة قوي بالنسبة لي. بس برضه الحلو عمره ما بيكمل، والجزء ده كان تلات ارباعه مط وتطويل. وبصراحة انا شايف ان ده استعجال وسوء استغلال نجاح المسلسل اللي بيبني قاعدة جماهيرية مع كل موسم. واكتر حاجة تضايقني ان انت عندك فعلا قصة حلوة، عندك قماشة تطلع منها كتير، بس انت مش عارف، انت عمال تعصر دماغك ومش عارف. طب يا جدعان اصبروا سنة، ما ترجعوش في 2024 اتقالوا على 2025 كده اعملوا حاجة نظيفة. لا، في 2024 هننزل بالمداح 4 أسطورة العودة. وبصراحة المداح 4 ده هو الجزء الوحيد اللي قدر يغفلني ويعمل فيها مقلب. أولا انضم للكاست ناس جامدة فشخ زي فتحي عبد الوهاب ودياب وحمزة العالي وسار الصاغ بترجع تاني. يمكن أكتر حاجة رفعت الجزء ده الأداء الرهيب لفتحي عبد الوهاب اللي بجد كان مرعب وكنت بخاف منه فشخ. موجودة مشاكل المط والتطويل، بس ده أقل جزء في الثلاثة اللي قبله في المشاكل دي. كتابة الجزء ده كانت متماسكة لحد كبير جدا، والجزء ده بيرجع السلسلة بجد لمجدها. أنا فاكر وقت عرض الجزء ده في رمضان كان واحد من اشهر المسلسلات في رمضان ساعتها. الناس كانوا متفاعله مع المداح 4 ده بشكل مش طبيعي، مع المزيكا بتاعته مع الشرير بتاعه فتحي عبد الوهاب. بعد ما رمضان 2024 يخلص يطلعوا الصناع يقولوا استنوا المداح 5، المداح 5 هيبقى اخر جزء في السلسله وهيبقى جزء قوي جدا. وفعلا في رمضان 2025 رمضان اللي فات ينزل المداح اسطوره العهد الجزء الخامس. وبرضه كعاده المداح بينضم للكاست ناس كتير ابرزهم خالد الصاوي وغادة عادل. وبصراحه يا اخويا انا شايف ان الجزء ده هدم كتير قوي من حلاوه الجزء الرابع. جزء كان مليان تطويل وكان مليان مشاكل، وكان ممكن الرابع يبقى القفله لسلسله المداح وكانت هتبقى قفله حلوه جدا. بس لا، ازاي حاجه بتجيب لنا فلوس وحاجه بتنجح كل سنه احنا لازم نحلبها؟ افتكر معايا بقى لما قلت لك من شويه ان الصناع قالوا ان الجزء الخامس هو اخر جزء في السلسله. لا والله، هم رجعوا في كلامهم. في رمضان الجاي ده رمضان 2026 هنشوف الجزء السادس للمداح باسم اسطوره النهايه. طب ليه انت ليه مصمم تكمل في حاجه انت هتبوظها بايدك، وحاجه كانت حلوه وحاجه مستمره؟ انت بجد كان ممكن تختم من سنتين في الجزء الرابع وهتبقى قفله حلوه جدا وتليق بالسلسله، بس انت مش عايز، انت مصمم تحلب السلسله لحد ما الناس هتقول لك كفايه.
زي ما حصل مع مسلسل الكبير قوي. يعني الكبير قوي كان من انجح المسلسلات من 2011، والناس قالت له كفايه يا كبير انت بتعمل عبط. هل انت مستني الناس تقول لك كفايه المداح، كفايه العبط اللي بيحصل للمداح؟ تعال ناخد فاصل نتكلم عن اعلان الجزء السادس بعد ما اتفرجت عليه. بصراحه الاعلان عجبني جدا، خصوصا ان فتحي عبد الوهاب رجع الجزء ده. بس يا جماعه انا ما زلت قلقان ان النجاح يخليهم يعملوا سابع وثامن وتاسع. المنتجين لما بيلاقوا حاجه ناجحه بيفضلوا يستثمروا فيها لحد ما تجيب اخرها، والمداح هيحصل فيه كده، او مش لسه هيحصل، المداح اوريدي حصل فيه كده. انا اتمنى الجزء السادس يبقى قفله قويه تليق باسم المداح، الاسم اللي استمر 6 سنين وليه قاعده جماهيريه كبيره جدا. اتمنى بعد 6 سنين انتوا بتبنوا في عالم كبير قوي مليان شخصيات ما تجوش تهدموه في ثانيه. فلو انت لسه مكمل لحد هنا فانا بحبك لانك جدع، وكمل جدعنتك دي باللايك والشير وسبسكرايب. وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام وتيك توك، هتلاقي هناك محتوى مختلف تماما. واكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر جزء انت بتحبه للمداح. وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم. وبس كده، سلام.